السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فيديو النهاردة بإذن الله كده هيكون فطار كده، فطارنا كده في رمضان. ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض طواجن مكرونة باللحمة المفرومة. آم، اول حاجة كده انا جبت الكبة، وكان معايا حوالي كده 3 بصلات صغننين. بس هما كده في الكاميرا طالعين وسط، لا هما بصراحة صغيرين، حوالي كده 3 أو 4. تمام. وهحتاج طبعا لحمة مفرومة، وهحتاج طماطم وفلفل أخضر وفلفل حامي طبعا حسب الرغبة. بس هي بصراحة الأكلة ديت لما بتكوني حاطة كده شطة كده وفلفل حامي بيكون طعمها حلو جدا. طواجن المكرونة. تعالوا كده بقى، خلاص بعد ما عملنا البصل في الكبة بالشكل دوت، جبت كده طاسة على النار، وبدأت كده احط حوالي 3 4 معالق من الزيت، ويستحسن طبعا يكون زيت نضيف. تمام. اول كده لما يعني يبدأ ان هو يسخن معانا سنة كده، هنزل بس ايه بالبصل. تمام. او زي ما انتم شايفين كده، يعني يدوبك بس ما الزيت ما قدحش ولا حاجة، يدوبك بس سخن حبة صغيرين قوي كده دي فيه. نزلت كده بالبصلايه، يعني بالبصل كمية البصل بتاعتنا، وهبدأ كده اقلب البصلايه لحد ما تبقى يعني واخدة معايا لون مصفر كده فاتح. تمام. مش عايزاها تحمر جامد ولا تاخد لون جامد، لا. انا عايزة البصلة تاخد زي ما انتم شايفين كده اللون ده كده حلو قوي. معايا بقى ايه 1/4 كيلو من اللحمة المفرومة. تمام. زي ما انتم شايفين انا جبت كده البصل على جنب، ونزلت بال1/4 كيلو لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين. الطاسة ما شاء الله يعني كانت كبيرة، قلت ادي صدمة للحمة. يعني على طول كده صدمة للحمة على الطاسة على طول. اول لما لون اللحمة يغير يعني معاكي كده، هبدأ بقى ان انا اقلب البصلة باللحمة. تمام. انا زي ما انتم شايفين هي كانت في الفريزر، وطلعتها تفك، وكانت لسه برضو يعني مجمدة شوية سنة كده. فبدأت ان انا افككها بالمعلقة الخشب، اهي بدأت تاخد معانا لون من الجنب يعني التاني. بدأت يعني اقلب فيها بالشكل دوت. اول بقى لما يعني تاخد معانا لون يعني وكده، ولونها كده يغير زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، ابدأ بقى ان انا يعني اعمل البصل، ادمجهم كده البصل واللحمة مع بعض. تمام. هنحتاج بقى ايه للطواجن بتاعتنا. هنحتاج فلفل اسود، وهحتاج ملح، وهحتاج بابريكا، هحتاج حبة كزبرة، وهحتاج بهارات لحمة او ال7 بهارات. تمام. بس بإذن الله بوعدكم ان انتوا هتاكلوا طواجن والله العظيم، يعني الطعم كان فوق يعني الحمد لله الحمد لله. الطعم حلو جدا. تمام. انا بدأت اهوت زي ما قلتلكوا ان انا اقلب يعني البصل مع اللحمة، وهبدأ كده اديهم كده ايه تقليبة كده. هبدأ اهوت انزل بالملح بتاعنا. انتي بقى ايه ظبطي الملح. تمام. وحبة فلفل اسمر او اسود، فلفل اسود. وهنا هو حطيت كزبرة. كمون لا طبعا، مش بحب احط كمون للطواجن طواجن المكرونة باللحمة. ده كده احنا بنعمل عصاج. تمام. في ناس بتضيف جزر. لا مش عارفة، مش بحب بصراحة الجزر خالص على العصاج في الطواجن، في طواجن المكرونة. يعني ممكن لو مثلا احشي بيها اي حاجة تانية تمام، انما مش عارفة مش بحب الجزر في العصاج لو انا هعمل طواجن مكرونة. ولادي فظاع قوي، يعني كل حاجة كده بيقعدوا يعني لا، بنحبش الجزر، لا مش بنحب الفلفل.
فيعني الواحد والله يعني ايه، على قد ما بيقدر يعني، الحمد لله يعني ايه بندخل لهم حاجات تعوض ايه، تعوضهم الاكل اللي هم مش بياكلوه، يعني الخضار اللي ما بيتاكلش. تمام. كان معايا بالظبط حوالي طماطمتين، قطعتهم قطع كده صغيرة، وبدأت انزل عليهم على عصاك، يا دوبك كده مفيش دقيقة كده ولا اقل من دقيقتين. آه يعني ايه، وانزل بالفلفل الرومي. ممكن برضو تحطي فلفل حامي. تمام. وحطيت كمان معلقة صلصة اللي هي المعلبة، زي ما انتم شايفين، وقلبتها. واخر حاجة انا نزلت كده بالفلفل الرومي. عندك فلفل حامي وحابة تضيفيه تمام، بس انا بصراحة مش بحب انزل بالفلفل الحامي على اللحمة. انا هقول لكم انا بحط الفلفل الحامي يعني بستعمله امتى وازاي. تمام. بدأت ان انا ازود حبة فلفل، وزودت بهارات، بهارات لحمة او 7 بهارات. تمام. ومفيش يعني بإذن الله كده دقيقة ولا دقيقتين وهقفل عليه. انا مش عايزة العصاق بتاعنا يبقى ناشف، وفي نفس الوقت برضو مش عايزة الفلفل احس ان هو كأنه مستوي كده، او مستوي جامد في قلب العصاج. لا، انا عايزاه كده يبقى طعمه كده ايه، زي لسه يعني زي ما يكون فريش كده اخر حاجة، يعني في الاخر كده. تمام. معانا بقى هنا الطماطم، وهنا بقى انا الشطة الحمرا بستعملها مع الصلصة، مش بستعمل شطة حمرا او شطة خضرا واقطعها وكده في الاكل. لا، انا بضربها في الصلصة، طبعا بتفرق جامد في الطعم، بتبقى طعمها حلو جدا زي ما انتم شايفين. تمام. انا هنا بقى عشان الوقت كان خلاص يعني متأخر جدا، والمغرب كانت قربت تأذن، وفي اليوم ده انا كنت محتارة في الاكل بصراحة. لحد الساعة كام، يعني لحد حوالي الساعة 4:30 او 5:45، وانا مش عارفة اعمل اكل ايه. المهم يعني الحمد لله، يعني في اليوم قلت ايه انجز الوقت، بدل ما احط المكرونة نية في قلب الطواجن، فممكن طبعا تاخد وقت وكده في الفرن. فقلت لا، هعمل اديها مجرد يعني ايه، نص سوا، يعني نص تسوية كده، مش 3/4 سوا كمان، لا نص سوا. ماشي. تمام. هنا بقى انا معايا حلة عشان نعمل الصلصة، انا ولا هستعمل لها توم ولا هستعمل لها بصل. انا نزلت بحوالي 3 4 معالق كده من الزيت، ونزلت بالصلصة المعلبة. هنا بقى كانت في غلطة عملتها، ولازم اقول لكم عليها عشان بس ايه، يعني ابقى يعني انا قلت كل حاجة. تمام. انا من الاستعجال والله العظيم المفروض ان انا كنت الصلصة المعلبة، معلقة الصلصة دي ادوبها بحبة مية. تمام. بس يعني دي ما اثرتش في حاجة، يعني ما تأثرش في اي حاجة خالص في الاكل، لا بالعكس يعني عادي والله. بس ان انتي بتنزليها كده على طول وهي معلبة تقيلة على الزيت وهو سخن، فبتحسي ان انتي ايه بقى، بصي كأن كده في كوارث في المطبخ، الزيت بقى بيطرطش. وطبعا المقطع دوت ايه، انا حذفته لاني عمل على التليفون وانا ساعتها كنت ممكن اجري كنت عايزه اجري من المطبخ من المنظر اللي حصل يعني ايه في اللقطه دي. تمام. المفروض يعني كنت اخفف الصلصه بحبه ميه. تمام. تقريبا هنحط بقى ايه، اقول لكم حطيت ايه على على الصلصه بتاعتنا. حطيت ملح وفلفل، حطيت بابريكا. تمام. حطيت 7 بهارات برضو. بس كده مش اكتر من كده. تمام. وطبعا بقى القرن الفلفل الشطه الحامي بقى مع الصلصه، يعني اللهم بارك، كان جميل جدا. جبت بقى الطواجن. انا بقى ايه نسيت خالص ان الطواجن بتاعتي الصغيره في كذا طاجن من عندي كده مكسورين. تمام. ما لقيتش بس غير 2، وقلت خلاص تمام يعني اشغله لولادي الصغيرين. والطاجن الكبير دوت انا وزوجي وولادي الكبار، وقلت اشغل الطاجن الكبير. بدأت ان انا اجيب معلقة زيت كده او اقل، المفروض ان انا يعني بفرشة كده واعمل الطواجن بس زيت. انا للاسف الفرشة بتاعتي ضايعة، فبدأت ان انا اعملها. عايزة اقول لكم بقى ان انا حصل معايا موقف فظيع، الكاميرا فصلت، وما كنتش عارفه والله العظيم ان انا ما كنت يعني بصور. المهم ان انا رصيت اللحمه، رصيت المكرونه، قلبت المكرونه في الحله،
بالصلصه، والصلصه لازم تكون خفيفه مش تقيله. قلبتها وحطيتها في الطواجن، وبدأت ان انا احط كده موتزاريلا، ودي اختياري، وعلى الفرن وفي الشوايه، وخلاص على كده.